العفريت في الحارة. في حارة ضيقة في أحد أحياء القاهرة القديمة، كان في شباب صغيرين زي كل يوم بيلعبوا قدام بيوتهم. الحارة كانت هادية والجو كان شوية مغيم، زي لا يكون في حاجة مش مظبوطة، لكن محدش كان واخد باله. اللي كان في بالهم أكتر هو اللعب، وكل واحد كان مشغول بحياته. لكن في يوم من الأيام حصل شيء غريب. في الساعة اللي بين المغرب والعشاء سمعت الحارة كلها صوت طرقات قوية جاية من ورا البيوت المهجورة. البيوت دي كانت دايما مسكونة في عيون الناس، لكن محدش كان عارف السبب. الكل كان بيقول عليها البيوت القديمة عشان جدرانها متشققة وبتصدع من كثرة الزمن، لكن في نفس الوقت كانت دايما تعتبر مكانا مقدسا للمرور السريع من غير ما تطول البصر. الناس اللي كانت قريبة من المكان لما سمعوا الصوت ده كانوا بيقولوا ده العفريت جاي يطردنا من هنا. وفي يوم من الأيام قرر شاب اسمه أحمد، وكان دايما متشجع ويحب المغامرة، إنه يكتشف مصدر الصوت الغريب ده. أحمد كان بيتفوق على صحابه في الشجاعة وما كانش خايف من أي حاجة. فكر أحمد في نفسه وقال لو العفريت ده جاي أنا مش ههرب، لازم أواجهه. في اليوم ده كان الجو مش عادي، السحاب كان غامق والرياح كانت بتلف حواليها بشكل مش طبيعي. لكن أحمد قرر إنه يروح للبيت المهجور اللي كان مصدر الصوت ده. أول ما دخل البيت حس بشيء غريب. كانت الدهاليز مظلمة والهواء كان مليان برائحة عفن قديم، وكأن المكان كله كان غرق في الماضي. لكن هو كان مصمم يكمل، حاطط في ذهنه فكرة واحدة بس: احنا هنا عشان نكتشف العفريت. كل خطوة كان بيخطوها كان الصوت بيزداد، كأن المكان كان بيصرخ فيه. أحمد بقى عنده إحساس إن في حاجة غريبة جدا بتحصل حواليه. كل ما كان يقترب من الغرفة الكبيرة في وسط البيت كان الصوت بيزيد لدرجة إن هو بقى زي العواصف. وصل في النهاية الغرفة مغلقة وكان الصوت طالع منها زي الرعد. أحمد كان خايف لكن مقرر إنه يفتح الباب. فتح الباب بشجاعة، وما إن دخل لقى حاجة مش قادرة توصف. في وسط الغرفة كان في ضوء غريب بيطلع من الأرض، وفوقه كان العفريت. العفريت كان طويل وعيناه حمرة لامعة. جلده كان مش طبيعي زي الجلد المدبوغ القديم، وكان بيطلع أصوات زي الزئير. ده كان العفريت الحقيقي مش خرافة. أحمد حاول يتكلم معاه وقال: أنت مين؟ وعايز مني إيه؟ لكن العفريت كان ساكت، كأن في حاجة اتمنعه من الرد. فجأة العفريت اتحرك ناحيته بسرعة، وأحمد حس بالقشعريرة في جسمه. لكن في اللحظة دي أحمد فكر في حاجة. كان فاكر إن في أسطورة بتقول إن العفريت مش بيقدر يخرج من المكان اللي بيعيش فيه إلا لو حد دخل جوه وحل اللغز. في نفس اللحظة أحمد قرر يحل اللغز ده. هو فكر وقال: أنا لو عرفت اللغز هقدر أوقف العفريت ده. العفريت لقى أحمد بيحاول يقرأ الرموز القديمة اللي كانت على الجدران. وكان في حاجة عجبت العفريت، لأنه كان في كلام كتير مختلط على الجدران بتقول: لو فهمت هتعيش، لو ما فهمتش هتكون جزء من المكان ده. أحمد فكر في الحروف وبدأ يقراها بسرعة وحاول يلاقي علاقة بين الكلمات. وكل ما كان بيقرأ كان العفريت بيتحرك ببطء لغاية ما قرب منه جدا. لكن في اللحظة الأخيرة أحمد اكتشف الكلمة السحرية وصرخ في وجه العفريت وقال: أنا فهمت. فجأة العفريت اختفى زي ما كان جاي، والضوء اللي كان موجود في الغرفة اختفى كمان. أحمد سقط على الأرض منهار وهو مش قادر يصدق اللي حصل. لكن لما خرج من البيت المهجور كان الناس اللي في الحارة مستنيين وكانوا عايزين يعرفوا إيه اللي حصل. أحمد رجع وقال: السر في الكلمات اللي بتخلي العفريت يختفي، بس عشان أحكي ليكوا لازم تصدقوه. وبعد ما حكى لهم مفيش حد قدر ينسى اللي حصل. وبعد اليوم ده الكل بقى يحكي عن العفريت في الحارة، وكانت الحكايات بتمشي من جيل لجيل. لكن أحمد زي ما هو معروف كان دايما بيقول: اللي عايز يعرف الحقيقة لازم يواجه خوفه. وانتهت الحكاية دي، لكن الحارة بقت دايما في حالة من الرهبة، كأن العفريت لسه في مكانه.